عملوا بآرائهم مقابل رسول الله ومقابل الله عز وجل. طيب الأخ الحاج وعد اللامي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام سماحة الشيخ. أهلا وسهلا. عليكم السلام. أولا أريد أن أبدأ وأقول ليعلم أهل السنة عندما نرد على بعض المسائل لا نقصد أهل السنة، فأهل السنة في قلوبنا، إنما نرد على هؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين. ويعلم كل سني أنه متزوج من شيعية وشيعي متزوج من سنية، ونحن نطوف في رحاب لا إله إلا الله. وأنا أضع بين أيديكم بعض الدلائل التي أوردها هؤلاء لأبين لكم أن هؤلاء لا يمثلونكم، وخطابي هذا لأخوتي أهل السنة. هذا ابن باز في برنامج نور على الدرب يقول عن قبة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنها من البدع المنكرة، ويقول أنها موضوع فمن الحق إزالتها. يعني ابن باز يدعو إلى إزالة القبة، فهل تقبلون هذا الأمر أيها السنة؟ وهذا الوهابي مقبل الوادعي في كتاب اسمه رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، أي أنكم أعداء للسنة. تعلمون ما هذه السنة أخوتي؟ السنة هي قوله الآتي: وبعد هذا لا أخالك تتردد أنه يجب على المسلمين إزالة تلك القبة التي أصبح كثير من القبوريين يحتجون بها. الوهابية يوجبون عليكم إزالة القبة، بل قال مقبل الوادعي وهو علامة اليمن العلامة الوهابي في تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب، قال: نحن نقول وتلكم قبة الهادي بجوارنا، نتمنى أن قد رأينا المساحي في ظهرها إلى أن تصل إلى الأرض. يعني يريدون هدم قبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأرض. وهذا الوهابي صالح العصيمي في بدع القبور أنواعها وأحكامها في الصفحة 53 و200 يقول: يجب على ولاة المسلمين إزالة قبة النبي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وهذا أخيرا الوهابي ابن عثيمين يقول: عسى الله يسهل هدمها. وإذا تسمح لي ثواني سماحة الشيخ فقط أسمعكم للتوثيق صوت ابن عثيمين فقط للتوثيق سماحة الشيخ. فهي حجركم أمتي وليس قدركم. عرفت؟ يحتجوكم كفة أيضا. عالكم أحد أكلت ثلاثة. القبة عسى الله يسهل هدمها. هل تقبل أيها السني أن ابن عثيمين يقول أنه يا رب يسهل هدم القبة؟ وأما بالنسبة الأولى أن يسهل الله هدم ابن عثيمين نفسه. نعم شكرا. هو هدم على أي حال، رحم الله الجميع. فكره نعم. شيخنا تطرق الأستاذ العرعور، وأرجو أن يسمعني المكرم العرعور، وقد دعوته إلى المناظرة ولم يجيبهم، قالوا لكنه لم يوجهوا لي دعوة رسمية، ولكن ذكروها على القناة. ولكن سأرد على هذا الأمر. لكن كرر أن الكوراني حفظك الله شيخنا قال أن منكر خلافة أبي بكر لا يعتبر كافر. وأنا أقول له: اسمع يا عرعور أيها الأستاذ المكرم، هذا القرطبي في المجلد الثامن صفحة 31 و100 يقول: والقادح في خلافة أبي بكر مقطوع بخطئه وتفسيقه، وهل يكفر أم لا؟ قال: الأظهر تكفيره. وهذا النووي أيها المكرم العرعور، وهذا النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين في المجلد 10 صفحة 3، وهذا أبو بكر الحسني في كفاية الأثر في المجلد أول صفحة 46 و700 يقول: من أنكر إمامة أبي بكر الصديق
رضي الله عنه كافر ردت شهادته. وهذا ابن حجر في المجلد الأول صفحة 45 و100 يقول إن أئمة الحنفية كفروا من أنكر خلافة أبي بكر. وهذا ابن حجر في المجلد الأول في صفحة أخرى 39 و100 يقول والصحيح أن من أنكر خلافة أبي بكر كافر، وكذلك من أنكر خلافة عمر بن الخطاب. وهذا الطحطاوي في المناقب مجلد 2 صفحة 299. ولو شئت لقرأت لك عشرات المصادر أنكم تكفرون يؤمن بخلافة أبي بكر. فكيف تأتي وتقول عن سماحة الشيخ الكوراني أنه لا يتكلم بأدلة بيننا وبينك الدليل؟ وأما في قضية الشاب الأمرد، عندما قلت أن الكوراني ذكر أنكم تعبدون شابا أمرد وأن ابن تيمية يضعف، أنا أخاطبك من خلال قناة أهل البيت، أقول لك أتحداك أمام الجميع وأنت تسمعني وأقبل أن ترد علي في قناتك، أتحداك أن تذكر الحديث الذي ضعفه ابن تيمية، ألا وهو حديث حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. إذا ضعف ابن تيمية هذا السند فأنا سأعتبر أنك باحث علمي، وأنا أقول لك اسمع، سأقرأ لك من كتاب واحد